يرى أفلاطون أن كل شيء في الوجود يسعى إلى الخير، فالنفس ترغب في المعرفة والعدل والجمال، ولكنها لا تدرك كل ذلك حقاً إلا إذا عرفت الخير الأعلى الذي ينير كل معرفة ويعطي لكل شيء قيمته. يشبه أفلاطون الخير بالشمس، كما تضيء الشمس الأشياء فنراها، يضيء الخير العقول فنعرف الحقائق. فمن لم ير نور الخير لا يعرف العدل ولا الحق، ولا يستطيع أن يبني مدينة فاضلة ولا نفسا سوية. إن الخير عند أفلاطون هو الغاية الكبرى والعلة التي تربط العقل بالوجود، فبه يكتمل العلم وتستقيم الأخلاق ويهتدى بالحق. وهكذا يكون الخير الأسمى في فكر أفلاطون كنور إلهي يهدي العقول إلى معرفة نفوسها ومعنى وجودها.